حركي بلا بركة، هكذا يمكن وصف المحاولات الجارية لخلق دينامية في الملف الرئاسي. من بين هذه الدينامية ما يحاول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط القيام به تحت عنوان أنه لا يمكن الاستمرار على هذا المنوال، وأنه لابد من تحريك الجمود الحاصل رئاسيا. موقف نقله لكل من التقاهم الثلاثاء رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، وقبله وفد حزب الله في لقاء هو الثاني بينهما منذ آب الماضي. فجنبلاط كما الآخرين يعلم أن لا أحد قادر حاليا على الاتيان برئيس، وبطرحه أسماء ثلاثة مرشحين هم قائد الجيش العماد جوزيف عون، والوزير السابق جاد أزعور، والنائب السابق صلاح حنين، يسعى إلى فتح قنوات التواصل للاتفاق على اسم رئيس لا يكون بالضرورة من بين من طرحهم. من هنا كان الانفتاح على الآخرين، بدأ بحوار مع النائب جبران باسيل واستكمل مع حزب الله وسيستكمل مع آخرين. حراك يواصله جنبلاط ويضع صديقه الرئيس بري في أجوائه من خلال موفده النائب وائل أبو فاعور العائد مؤخرا من المملكة العربية السعودية. مقابل طرح جنبلاط هناك ورقة أولويات رئاسية يصر التيار الوطني الحر عليها بوصفها خارطة طريق للرئيس المقبل. تعتمد دينامية تبدأ بتحديد برنامج عمل العهد رئاسيا وحكوميا وإداريا، موقف يكرره في اللقاءات والاتصالات التي شملت مختلف القوى، بينها شخصيات سنية منها ما زال طي الكتمان ومنها ما هو معلن، كاللقاء الذي جمعه ورئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي. ما نراه اليوم هو هستيريا على الصعيد القانوني والدستوري والتشريعي، فلذلك المخرج الوحيد والحل الوحيد هو بالحوار، وعلى أن لا يستثني هذا الحوار أي أحد. حراك تقع بكركي في صلبه زيارة النائب باسيل الأربعاء، ثم لقاء البطريرك الراعي مع النائب السابق سليمان فرنجي الخميس. مقابل هذا الحراك يسجل ثبات ثنائي أمل حزب الله على دعم النائب السابق سليمان فرنجي كمرشح رئاسي. وفي المقلب المعارض لم تتزحزح المواقف قيد أنملة، إما لجهة الاستمرار بترشيح النائب ميشيل معوض أو البحث عن شخصية أخرى تلبي تطلعات قوى مستقلة وتغييرية. وفي المحصلة لا خرق جديا في الأفق بعد 2 و25 يوما من بدء الشهور الرئاسي.